السلام عليكم وأهلا وسهلا بكل حبايبنا متابعين مصر زمان. حكايتنا النهاردة حكاية قصر الجزيرة اللي جمع بين العشاق قبل 150 سنة، الخديوي إسماعيل ومحبوبته الإمبراطورة أوجيني. اسمع يا فندينا الحكاية واسمع يا هانم. زمان في مصر المحروسة كانت شوارعها مليانة بمباني جميلة جدا، أكتر بلد في العالم. جسور تلاقي بيوت مميزة، عندنا في المحروسة تلاقي طول ما انت ماشي في مصر مش بتشوف غير تحف فنية معمارية، زي قصر الجزيرة الموجود في الزمالك في الحي الراقي وقريب من نهر النيل. ولسه القصر موجود بالفعل ومن أشهر فنادق القاهرة لحد دلوقتي، بس اسمه اللي اتغير. القصر ده واحد من أهم القصور اللي بناها الخديوي إسماعيل، حاجة كده روعة في المعمار. القصة بدأت في سنة 1869 لما الخديوي فكر إنه يعمل قصر كبير مفيش زيه. بالنسبة له كان حلمه لازم يحققه. جاب مهندسين بيفهموا في المعمار من فرنسا وألمانيا والنمسا وكمان إيطاليا وأسبانيا، كل دول عشان يحققوا حلم الخديوي إسماعيل حاكم مصر بتشييد صرحه العملاق. المدة اللي اتبنى فيها القصر كانت حوالي 5 سنين. الخديوي بنى القصر ده ليه؟ عشان يستقبل فيه الضيوف والشخصيات المهمة اللي دعاهم لحضور حفل افتتاح قناة السويس، وبالأخص محبوبته الإمبراطورة أوجيني زوجة الإمبراطور نابليون الثالث. كانت هي ضيفة الشرف في الاحتفال، وعايز يتباهى بقصره قدام الضيوف اللي جايين لافتتاح قناة السويس. الخديوي كان مهووس بالإمبراطورة أوجيني، كان لها مكانة خاصة في عقله وقلبه، لدرجة إنه عايز يبهرها بالقصر، يعمل لها حاجة كده خيال. فأمر المهندسين إنهم يبنوا القصر شبه قصرها توليري بالاس اللي عاشت فيه في باريس. وبالمرة وعشان تنبهر أكتر ضافله القصر الجو الأندلسي، وهو مزيج من الأسباني مع الإسلامي، عشان الإمبراطورة من أصول أسبانية. المصمم الأساسي للقصر المهندس المعماري الألماني جوليوس فرانز، وقام بأعمال الديكور المهندس كارول فون. وده جاب أفخم تحف وديكورات وإكسسوارات من باريس وبرلين وفرش بيها القصر، وكل الحاجات دي بمبلغ كبير جدا 750,000 جنيه. سبب بناء القصر قصة حب تحت عنوان العشق الممنوع، وكل التبذير والصرف والقصر الجميل اللي عمله الخديوي ده كان عشان يرضي الإمبراطورة أوجيني. كان يتمنى إنه يعرفها قبل وصولها فرنسا. أوجيني بالأساس جذورها أسبانية من إقليم غرناطة، قررت ما تقبلش حياتها زي الناس اللي هم من الطبقة المتوسطة، عايزة تعيش في مستوى أحسن وأفضل. وفضلت تتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية، وراحت عاشت في فرنسا عشان تتعلم أكتر. ولكن ذكاء أوجيني خلاها إمبراطورة فرنسا بعد ما وقع الإمبراطور نابليون الثالث في غرامها بسبب جمالها الفتان. ورغم إن أوجيني قدرت تخطف قلب الإمبراطور نفسه وتخليه مهووس بيها، وبقيت السيدة الأولى في الإمبراطورية، لكن هي عمرها ما حبت نابليون. وقعت في حب وغرام الخديوي إسماعيل من النظرة الأولى، بس كانت قصة حب تحت عنوان العشق الممنوع. ساعتها الخديوي كان عايز يعبر عن حبه، ملقيش غير انه يبني لها القصر، ودي كانت افضل وسيلة. مش بس كده، صنع لها اوضة نوم كاملة من الذهب الخالص، فيها ياقوتة حمراء منقوش حواليها بالفرنسية عبارة: عيني على الأقل ستظل معجبة بك إلى الأبد. يا سيدي يا سيدي، الخديوي مجنون أوجيني. أوضة النوم دي أهداها لها لما نزلت عشان افتتاح قناة السويس، واحنا عاملين فيديو قبل كده عن قصة حبهم، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. المهم نرجع تاني لحكايتنا. ورغم ان علاقة الحب بين الخديوي اسماعيل والامبراطورة اوجيني كانت من المستحيل تحصل، لكن هي فضلت تحب الخديوي حتى بعد ما مات. ويقال انها هربت من القصر الامبراطوري بعد قيام الحرب السبعينية بين روسيا وفرنسا، وجات مصر عشان تزور قبر الخديوي. وكانت قصة حب الثنائي حديث العالم كله. بس هي نزلت مصر ومعاها ابنها بعد ما نابليون جوزها اتوفى في الحرب، والخدم سرقوا كل مجوهراتها، وظروفها بقت صعبة وكانت عجوزة جدا ومش قادرة تمشي على رجليها. وفي سنة 1879 اتباع القصر لشركة الفنادق
المصرية عشان يسدوا جزء من ديون الخديوي، وتحول إلى فندق قصر الجزيرة. وبعد انهيار الحركة السياحية في مصر لما قامت الحرب العالمية الأولى، قررت الشركة المالكة بيع القصر في سنة 1919 لأمير لبناني، الأمير حبيب لطف الله، وحولوا لسكن خاص بيه. وفي سنة 1962 تم تأميم القصر وتحويله مرة تانية لفندق باسم فندق عمر الخيام. بعدين في بداية السبعينات اتولت شركة ماريوت العالمية إدارة الفندق، وتحول قصر قصة العشق الممنوع إلى فندق من أشهر وأكبر الفنادق في القاهرة، فندق ماريوت حاليا. وروح يا زمان وتعالى يا زمان، ومات الخديوي وماتت أوجيني، ومبقاش فاضل غير القصر، وخلصت حكايتنا.